السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله معشرة تطبيق جديد هو اسمه سويد بانك استس. التطبيق ده مساحته 15 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق بنكي موجود في دولة فنلندا. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو عايش هناك او ليك حد هناك، او حبيت ان انت تروح البلد كزيارة او كشغل او كعمل او كاي حاجة، تقدر تستخدم التطبيق ده في ان انت تفتح حساب في البنك، ان انت المرتب بتاعك يتحول على الحساب ده، ان انت يطلع لك فيزا كارت تقدر تستخدمها في الشراء الاونلاين او السحب من اي مكنة. وتقدر تتعرف من خلال التطبيق على اقرب فرع ليك من فروع البنك او اقرب صراف آلي. كمان بتقدر من خلال التطبيق ان انت تحصل على فيزا وماستر كارد وتقدر تتعامل بيهم، وتقدر ان انت تضع فلوس في البنك، بحيث ان انت لو معاك فلوس فايدة عن حاجتك يعني تقدر تحطها وتقدر تحصل منها على فوائد كل شهر. كمان التطبيق ده بتقدر ان انت من خلاله لو حبيت ان انت تبعت لاي حد فلوس او حد يبعت لك فلوس، تقدر يعني انت لو عايز تبعت لحد من، لو حتى عميل في بنك تاني بتقدر تبعت له من خلال التطبيق ده او من خلال حساب البنك ده. لو اي حد عميل في بنك تاني برضه عايز يبعت لك، بيبعت لك على رقم الحساب بتاعك بيوصل له الفلوس. تقدر تستمتع بسعر صرف مرن للفلوس للعملات، يعني لو حابب ان انت تحول فلوس لحد خارج البلد اللي انت فيها في اي دولة تاني، تقدر تستخدم الحاجات دي كلها من خلال التطبيق السهل البسيط ده. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الاستونية، ودي لغة دولة فنلندا، مفهوش لغات تانية. بس كده، لو عجبك شرح التطبيق ياريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين ياريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزة وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد حمل شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات بتاع الفيديو. احنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الإيجابية أو السلبية. ده ليه؟ علشان في بعض الناس بتخش تشوف الفيديوهات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة، 5 شهور 10 شهور سنة، تحمل التطبيق وبعد كده تقول لك انتوا ليه مش قايلين على كل حاجه في التطبيق؟ ليه في حاجات ايجابيه مش قايلينها؟ ليه في حاجات سلبيه مش قايلينها؟ ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق الحاجات اللي اتغيرت في التطبيق دي ما كانتش موجوده، لان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بننزل لها تحديثات مستمريه، يعني ممكن كل يومين كل اسبوع كل شهر ينزل التطبيق تحديث هيغير من معالمه كلها. عشان كده احنا دايما بنأكد على ان اي حد يحمل التطبيق ويكتشف فيه حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات بتاع الفيديو كمساعده ومساهمه لاي حد حابب ان هو يحمل التطبيق ويتعامل على التطبيق. عشان كده احنا دايما على القناة ممكن تلاقينا بننزل الفيديو للتطبيق لتطبيق واحد اكتر من فيديو خلال السنة، ممكن مرتين 3 4 على حسب التحديثات اللي احنا بنعرفها لكل تطبيق. وشكرا، سلام عليكم.